يا صباح الفل يا صباح الجمال على احلى متابعين. النهارده بقى هنعمل شويه اكل اللي متوصى عليهم. بصوا بقى، شويه الخضار دول هنشويهم وندلعهم وايه، هيعملوا لنا ميكس تحفه. عندي ايه، بتنجانتين سمر كده، وفلفل الوان، وطماطمتين، وبصلتين اربع ارباع كده، كام فص توم. كل الكلام ده هدهنه زيت ورشه ملح واحطه في الفرن. خلاص. ايه دخل ده بده؟ هقول لكم. عندي هنا حسب اللحمه بقى اللي انت عايزاها، نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، كمية اللي انت عايزاها. وعندي معلقتين ليا انا كنت مسيحها. خلاص. وعندي بصلتين كبار كده، اكون مصفياهم خالص من الميه. وعندي فلفلتين حمر، حلو، مش حامي، برضو مصفياهم من الميه. وعندي حزمه كزبره. استنوا بس، استنى، اللي جاي ورا ايتو. عندي بقى شويه توابل حلوين. عندي توابل لحمه، عندي كركم على كاري، بصل بودر على توم بودر، رشه قرفه، فلفل اسمر، ملح، ايه كمان، جوز الطيب، شويه شطه. كل الكلام ده توابل. خلاص. وعندي معلقه بيكنج باودر كبيره. الخلطه دي بقى هفضل ادعك فيها واعجن فيها لحد ما تقول جوي، لحد ما احس كده ان في الخيوط بتاعه اللحمه بدات تظهر معايا كده، وايه، عشان تبقى مسمجه كده، وايه، ماسكه كلها ببعضيها. هاجن بقى عجن ايه، تمام التمام. انسي ان هي لحمه، اعتبري شويه عجن في ايدك وبتعجني فيهم. احسن حاجه والوصفه يعني عايزه تظبطيها، اللحمه بالذات تحكيني فيها المفرومه كويس. لا هتعمليها كفته، هتعمليها حواوشي، اهم حاجه العجنه دي بتفرق كتير جدا. خلاص. هعجنها كويس جدا وهسيبها تشرب من التوابل بتاعتها كده في الفريزر، وايه، بتتشمع معايا. الخضار طلع اهوت مشوي تمام التمام. هبدا بقى اقشر البتنجانه بتاعي، عشان ايه، الكلام ده كلاته هيتفرم مع بعض، ولا كبه ولا خلاط ولا اي حاجه. كل الموضوع الحاجه طبعا سخنه، وانا بحاول اقشر بتنجان وهو سخن عشان يبقى سهل التقشير. وبعدين انا شوياه، يعني مش السوا كامل، لسه هيستوي تاني مع الصينيه. بس وصفه والله والله هتعجبكم جدا. وشويه الخضار ده بقى لما تيجي تعملي بقى سندوتش، ولا تغمس منها مع شويه الخضار مع صبع الكفته، انسي انسي. دي وصفه مطاعم بقى، ووصفه ايه، من الاخر يعني. انا خلاص اهو قشرت البتنجان وهرسته، يعني قطعته كده ايه مكعبات صغيره. والفلفل برضو هقطعه مكعبات، مكعبات كبيره مكعبات صغيره. احنا كل ده احنا يعني مشوي، مش سوا كامل. اه. بصوا، هقطع الخضار كلته، ادي قطعت الخضار كله اهوت، رشيت عليه ملح وفلفل. وهبدا ايه، احطه في ارضيه الصينيه، كميه حلوه يعني يتغمس منها جنب عايزه بقى مكرونه، عايزه رز، عايزه تاكلي بعيش، يعني اي اللي انت عايزاه. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش الدعاء لاولادنا اللي في الثانويه العامه، ربنا يعينهم وما يخيب تعبهم ابدا يا رب، عشان خاطر اهاليهم. لان بصراحه الثانويه العامه ديت يعني بعبع كل بيت. بس ان شاء الله ربنا هيجازيهم خير وما هيخيب تعبهم ابدا يا رب. بصوا بقى، عندي هنا الميه اللي عصرتها من البصل والميه اللي عصرتها من الفلفل. ماشي. ما بنرميش حاجه. حطيت عليهم حبه زيت، حبه ملح، حبه فلفل اسمر، وهقلب ده كلته وايه، وهبل ايدي وانا بصبع الكفته. خلاص كده. متنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت حلو عشان يوصلكوا كل وصفاتي الحلوه. داخلين على العيد، والعيد يعني وصفات حلوه، والعيد ده عيد اللحمه، كل سنه وانتم طيبين. بس مش بكتر اللحمه والله يعني. الحكايه مش حكايه اكل، يعني الحكايه ان احنا نعمل لقمه حلوه باقل تكلفه وعلى قد الايد. انا عندي هنا المسن بتاع السكاكين، ما عندكيشي كم عصايه شيش طاووق،
وتجمعيهم كده مع بعض وتبداي ايه تصبعي عليها الكفته. اهو تصبعي الكفته كده ايه عليها باللي من السوائل دي، وتصبعي الكفته. ابدا اصبع الكفته بقى، اصبع الكميه اللي عندي دي كلها. كمان الوصفه دي لما تعمليها من بالليل، لما تكوني رايحه رحله، رايحه بحر ولا حاجه، وتعمليها من بالليل، وتقومي تاني يوم يا دوبك تسخنيها وتحطي في السندوتشات او تاخديها في اي فويل معاكي كده، هتفضل دافيه معاكي، ومع العيش الفينو، مع العيش الصاج، مع قلت شويه مكرونه، يعني تنفع مع كل الاكلات. بس حاجه كده ايه تحفه التحفه يعني. بصوا منظر الخضار، الخضار لوحده ياكل، ما ينزل بقى الصوص بتاع الكفته عليه بالتوابل اللي فيه كمان هيديله طعم حكايه. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وندعي لاخواتنا الفلسطينيين ما ننساهمش بالدعاء. ربنا يفك اسرهم ويجمع شملهم ويرجعهم لاراضيهم يا رب سالمين غانمين، ويسر حالهم وحالنا يا رب. الله المستعان على الايام اللي احنا فيها دي، والله بجد الله المستعان. الحمد لله على كل حال. اهو هصبع بقى الكميه كلها وايه، وهنشوف. ادك صبعت الكميه كلها، الصابع بسم الله ما شاء الله، يعني ايه لا هو صغير ولا هو كبير، يعني الصابع اتحط في السندوتش يبقى مية مية. عندي عجينه بقى، طبعا العجينه احنا عارفين، كوبايه دقيق على نص معلقه خميره على رشه ملح، نص معلقه سكر، وعجنتها بميه دافيه وسبتها لما خمرت. ليه؟ هكمر بيها الكفته دي، مش هحط وراها فويل ولا حاجه، انا هكمرها بالعجينه دي، وهستفيد بان العجينه ديت هغمس بيها الكفته. بس المشكله عندي في حاجه واحده، ان الصينيه العلو بتاعها كانت عايزه صينيه اقل من كده، اللي هي بتاعت البسبوسه او ال البيتزا. لان هتيجي تعملي بالجدار العالي ده، هتيجي تحطي العجينه بس تلاقيها بتتقطع معاكي، لكن لما بتكون الصينيه جدارها بسوى الكفته بيبقى العجينه نايمه على الكفته، فايه بتبقى مظبوطه معاكي. دي العيب الوحيد اللي يعني اللي صادفني، بس الحمد لله برضو اكلناها وكانت زي الفل وكانت طعمها حلو مية مية. هبدا بقى اغطي الصينيه دي بالعجينه بتاعتي اهو، وروضه بتساعدني. خلاص بقى اخدنا الاجازه، وايه بتساعد ماما زي الشطوره، زي البنات الحلوه اللي هتساعد ماما. اه بقفل بقى ايه كده على الصينيه. شوفوا إيه العجينه بتقفل معايا بصعوبه. ليه؟ لان جدار الصينيه نفسه عالي عن الكفته. بس هنظبط الدنيا يعني. اهو ظبطت العجينه كلها. عندي بيضه عليها حبه ميه عشان بس نفك الزلال بتاعها، وايه ملح وفلفل. خلاص. وابدا ايه ادهن وش العجينه كده. وعندي شويه سمسم على حبه البركه. لازم تحطي ختم يدها، لازم تحطي ختم يدها، لازم تعملي ان هي بتعمل يعني. ماشي. رشيت بقى ايه حبه البركه والسمسم، وهنزل بيها ايه على الفرن. اولع الفرن من تحت الاول. طبعا انا عندي الخضار مستوي، والكفته مش هتاخد وقت باذن الله، فالموضوع كلته بتاع نص ساعه. هبدأ تستوي من تحت، وبعد ايه اولع الشوايه ونطلعها بقى وبالهنا والشفا. شويه كفته عجب مع شويه الخضار دول، ما اقولكش، مش هقول لكم بقى على ايه، على الطعم، على الطعم خرافه خرافه خرافه. طبعا انا بمنتج الفيديو بعد ما اكلنا، ما اقولكوش على الطعم تحفه ولا الريحه. لا تقولي بقى مشوي على الفحم ولا حاجه، طبعا الفحم له اضراره و... ومشكله، فايه انا بحب الشوي في فرن البوتاجاز احلى حاجه. بصوا بقى شويه الخضار دول مع حبه الله الله الله. بصوا الجمال، بصوا التحفه. بصوا انا مجرد ان انا بمنتج دلوقتي، هما جريهم جري على المنتج بس ايه يعني كانت فعلا خرافه، كانت الطعم حكايه. ماشي. متنسوش بقى اللايك والاشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعاراتنا، ويوصل لكم اي جديد بنعمله و... وبألف هنا وشفا للي كل. وربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. وجربوا الوصفة وقولوا لي ايه رأيكم فيها. بصوا حاجة
خيال الخيال. مية مية، ما انت اكلتي. مية مية، ما هي ضاقت وخدت السندوتش اللي انا عملته اكلته ورا الكاميرا. اول واحده بتفتتح الصينيه. يلا بألف هنا وشفا. وهي بتعوض بقى الايام اللي عدت كلها ما كانتش بتاكل خالص. ايام الامتحانات وايام النتيجه ما كانتش بتاكل. فهي بقى دلوقتي بتعوض. بصوا الجمال، بصوا العيش، العيش كمان واخد من ريحه الكفته. تحفه. حاجه كده. يلا بحبكم في الله.